الإخفاقات المتتالية لفريق برشلونة مع المدرب تشافي، الجمهور طلع عليه الدم وطالبوا بالتغيير ديالو، هادشي اللي غادي يخلي تشافي يفهم راسو ويقدم الاستقالة ديالو نهاية الموسم. وهاد القضية كتخلينا كاملين نقولوا شكون هو المدرب اللي قادر يعوض تشافي في برشلونة. وفي هذا المقطع غادي نعرفوا بعض اسماء المدربين اللي من المحتمل انهم يدربوا برشلونة، وخلينا من ديك الخرافات ديال غوارديولا ولا ديال كلوب. انا غادي نقول المدربين اللي في المستوى ديال برشلونة المادي، اما دوك المدربين الكبار فراه خاص برشلونة صحيحه باش تعاقد معاهم. واخا تشافي كان لاعب كبير في برشلونة راه ما صدقش معاهم في التدريب، وهذا الشيء كيوقع للاعبه كبار اللي ما كيصدقوش مع الانديه ديالهم في الاخر في التدريب. الاسماء اللي غادي نقول يمكن يكون فيهم شي واحد هذا الموسم المقبل. اول واحد هو غارسيا بيمينتا، مدرب فريق لاس بالماس اللي مدير نتائج ايجابيه مع الفريق ديالو، هو اصلا ضد برشلونه ودغيا غادي يتاقلم مع الاجواء. ثاني مدرب هو ميخيل، مدرب فريق خيرونا اللي سحق برشلونه بطريقه خياليه وصنع فريق قوي في الدوري الاسباني اللي عمرنا شفناه. ثالث واحد هو العملاق روبرتو، اللي واحد من افضل الاسماء اللي كتنافس في تدريب برشلونه. رابع واحد هو الانيق والرائع سيرخيو، اللي غادي يغادر بورتو هذا الموسم، مدرب قوي ومتمكن وعارف اش كاين.